فالمغرب في صحرائه لم يكن أبدا قوة محتلة أو سلطة إدارية، بل يمارس صلاحياته السيادية على أرضه، لا لأي محاولة لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض، ولأي محاولة لإعادة النظر في مهام المينيوكسو أو توسيعها، بما في ذلك مسألة مراقبة حقوق الإنسان، لا لمحاباة الطرف الحقيقي في هذا النزاع وتمليصه من مسؤوليته، لا لمحاولة التوازي بين دول عضو في الأمم المتحدة وحركة الانفصالية، ولا لإعطاء الشرعية لحالة إدام القانون بتندوف. فسيادة المغرب لا يمكن أن تكون رهينة لأفكار إيديولوجية أو توجهات نمطية لبعض الموظفين الدوليين أو أي انزلاقات أو مغالطات